السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هعمل معاكم خلطة محشي رهيبة تستاهل بقكم بجد. كانت رهيبة، جربوها ان شاء الله تعجبكم. كمان شويت معاكم الفراخ في الاير فراير، وعملت مقارنة بين الاير فراير وفرن البوتاجاز. يعني شويت واحدة في الاير فراير زي ما انتم شايفين كده، وشويت التانية في الفرن لاني كنت مستعجلة، وكمان كنت عايزة اعمل مقارنة ما بين الاتنين عشان اقول لكم كمان انهي الاحسن وايه الفرق وكل التفاصيل. شايفين المحشي عامل ازاي؟ شكله يعني بجد يفتح النفس، وشايفين الرز مفلفل وطعمه حلو قوي قوي قوي. هقول لكم كل التكات وكل الحركات اللي انا عملتها فيه وكل التوابل اللي انا حطيتها، وكمان مش توابل معقده ولا اي حاجه. يعني كل يعني توابل المحشي كلنا عارفينها، بس هقول لكم بعض الاضافات اللي بتخلي المحشي حلو جدا 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 ويشرفك قدام ضيوفك. انا ما كانش عندي ضيوف ولا اي حاجه، بس انا بقول لك يعني حتى لو عندك ضيوف هيسالوكي عامله الخلطه المحشي دي ازاي. دي الفرخه التانية اللي انا شويتها في الفرن وبوريها لكم. شايفين التسويه عامله ازاي؟ يعني بوريكم الورك وبوريكم كمان الصدر، ويعني تسويتها دايبه دوب يعني بصراحه. حاجه كده فاخر من الاخر. وده شكل المحشي اللي انا عملته. انا عملت طبعا فلفل وبتنجان وكوسه وبصل وطماطم. يعني قعدت كده اعمل كل انواع المحشي، بما اني هعمل محشي بقى فقلت اعمل كله بالمره. يلا بقى نشوف عملنا الخلطه ازاي، وايه المكونات اللي انا حطيتها فيها، وايه الحاجات اللي بتخلي المحشي بتودي المحشي في حته تانية خالص. حاجات كده بسيطه، وكلنا طبعا عارفين ان المحشي من الاكلات المفضله لبعض الناس الا جوزي يعني ما بيحبش المحشي خالص، معرفش ازاي. بس ما علينا. المهم انا دبلت البصل كده زي ما انتم شايفين باللون الذهبي ده، وبعد كده نزلت عليه بمعلقه من الثوم المفروم وقلبتها. يعني حسيت ان هي بقى اتشمعت مع البصل والزبده والزيت وكده. نزلت بالطماطم. انا قلبت الثوم بالشكل اللي انتم شايفينه ده، واول ما حسيت ان كل حاجه اتشمعت مع بعض، الثوم والبصل وكده، نزلت بالطماطم، بعصير الطماطم زي ما انتم شايفين كده. وانا مش مصفياه لان مش هتفرق في المحشي يعني انك تصفيه او لا. ولازم الكميه تبقى حلوه كده عشان الصلصه تبقى حمراء والطماطم تبقى شكلها حلو كده في المحشي. بس بدأت اقلب كده ودلوقتي انا حطيت معلقه من السكر بس، وخليتها تتسبك بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وبعد ما اتسبكت بالشكل الجميل ده نزلت بالتوابل: ملح وفلفل وبابريكا وكزبره وكمون وسبع بهارات. البابريكا طبعا بتدي لون حلو قوي للطماطم، ودي بولة من التوابل المحشي اللي هي اصلا نقلت المحشي في حتة تانية. ودي طبعا بتبقى من عند العطار وانا قلت لكم عليها قبل كده. بتحطي بولة كده محترمة بتخلي المحشي حلو جدا. المهم وانا بسبك الطماطم حطيت معلقه سكر عشان تعادل حموضه الطماطم. بعد كده نزلت بالتوابل اللي انا قلت لكم عليها دي، اللي هي الملح وفلفل وكزبره وكمون، بس يعني الكزبره اقل من الكمون، ومعلقه من البابريكا عشان تعزز لون الطماطم وتخليه احمر بالشكل اللي انتم شايفينه ده. وهنا كانت خلاص الصلصه بردت معايا، نزلت عليها بالرز بتاعي وقلبته. بعد كده نزلت بالخضره، بس بعد ما بردت عشان الخضره ما تتبلش ويفضل شكلها اخضر كده وجميل باللون اللي انتم شايفينه ده. وبصراحه كان المحشي حلو جدا جدا، نفسي تجربوه بالطريقه دي. المكونات كلها مش معقده، مش خزعبليه، في كل مطبخ: ملح وفلفل وكزبره وكمون وسبع بهارات وبابريكا. لو عايزه تحطي ماجي حطي، مش عايزه براحتك. بس انا حطيت حوالي 3 4 مكعبات كده من الماجي لحم بقري، وده اللي انا سقيت بيه المحشي في الاخر. علشان انا طبعا شويت الفراخ فما عنديش شوربه، فعملت انا شوربه وهتشوفوها معايا برضو دلوقتي. خلاص كده خلصنا الخلطة. وانا هنا كنت غاسلة الخضار كله بتاعي وسلقة ورق العنب ومظبطة الدنيا. كوسة وبتاع ده فلفل وبتنجان، كنت هقول محشي، وورق عنب وبصل وطماطم. البصل سلقته كده 5 دقايق في المية المغلية وفككته من بعض، وكان زي الفل زي ما هتشوفوه معايا دلوقتي. بس وبدأت افرش كده حاجة، او اجيب القطاعة او اجيب اي طبق عندي
وهفرد عليه ورق العنب، وهتشوفي اسهل طريقه لورق العنب ممكن تلفيها بيه. بتجيبي كده حاجه، طبق او اي حاجه زي ما قلتلك، وتفردي الورقه كده من الناحيه الخشنه للناحيه الخشنه تبقى فوق، بحيث ان احنا لما نلف تبقى الناحيه الناعمه من تحت، واحنا بناكل يبقى كده الشكل لطيف والملمس حلو برضو. شايفين اللفه؟ يعني لفه معلمين. لا بجد من اسهل الطرق اللي ممكن تلف بيها الورق العنب. بس فبدأت احط الورقة كده زي ما انت شايفة، والف بالطريقة السهلة جدا دي اللي انت شايفينها. وطبعا انا بوريكم انا لفيته ازاي، وبعد كده هكمله كله مع نفسي وهتشوفوه معايا برضو دلوقتي. ممكن كمان تفردي على الكونتر كله او على الرخامة كلها الورق كله، وتحطي طق 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 الرز كده وتلفي في ثانية. مش هتحسي طبعا بورق العنب، لان انتوا عارفين ورق العنب ممل شوية وبياخد وقت شوية عشان يتلف وكده، وبيبقى الواحد تعب بقى وزهق. فلا الطريقة دي بصراحة من اسهل الطرق اللي انا عملت بيها ورق العنب، وكمان محكمة، ما الرز ما بيفكش، ما بيطلعش منك، ما بتحسيش ان هي مش حلوة. لا هي حلوة جدا وسهلة جدا زي ما انت شايفة كده. وزي ما قلت لك ممكن تفردي الورق كله مره واحده، وتحطي الرز كله مره واحده، وتلفيه مره واحده. هتحسي ان الموضوع اسهل كتير. لو عندك عزومه مثلا، لو ما عندكيش وقت، لو عندك اطفال زي كده مثلا وبيزنوا حواليكي، فالطريقه دي هتنجز معاكي. واحنا المحشي اصلا مش بنعمله غير كل فتره يعني. اما بقى لو عندك عزومه، انا ما عنديش عزومه ولا اي حاجه، انا عملت كميه الخضار دي لان جوزي كان جايب الخضار ده وخفت لا يبوظ، فعملته يعني واديت حد منه كده. ف يعني ما مش عشان عزومه ولا عندي حد ولا كده، لا انا عملت الكميه دي واديت زي ما قلت لكم، اديت حد كده تشكيله منه، والباقي بقى اكلنا انا والولاد لحد ما زهقنا. احنا هنقعد شهرين ما ناكلش محشي بسبب كميه المحشي اللي كلناها، علشان كلناه انا والولاد بس. المهم برضو بدأت احشي الفلفل كده بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي، بس انا بحشي جوه الحله عشان ما يبهدلش الدنيا كده زي ما انتوا شايفين. انا بس بوريكم ايه الحاجات اللي انا عملتها يعني في يومي، إيه زي ما تقولوا كده بشارككم يومي، انا مش بعلمكم ولا حاجه، كلكم شاطرين وكلكم امارات. وانا يعني التركايه بتاعت التوابل المحشي، واللي هي التركايه بتاعت الماجي ان هي زياده شويه، والسكر في الطماطم والحاجات دي ممكن يكون مش كل الناس عارفاها، فانا بشارككم بيها يعني وكده، ولعل وعسى حد يستفيد منها يعني. المهم بدأت برضو كده ايه اعمل البتنجان بالشكل اللي احنا شايفينه ده. انما بقى لو عندك عزومة تقدري تظبطي كل حاجة من قبليها بيوم وتحطيها في التلاجة، وتصحي بقى على انك تعملي الخلطة بس وتلفيها، ده هيبقى اسهل كتير. انا لما كان بيبقى عندي مثلا ناس ولا عازمة حد، ولا يبقى في حد جايلي، بيبقى لما يبقى وكمان يبقى الوقت ضيق، فكنت بجهز كل حاجة، وده كان بيسهل عليا كتير قوي. بس فقلت برضه اقول لكم المعلومة دي، واكيد كلكم عارفين. هنا بقى بدأت اعمل محشي الطماطم، وده برضه كان من الحاجات اللذيذة اللي انا عملتها. محشي الطماطم والبصل كان طعمهم حلو جدا، وكمان علشان الخلطة كان طعمها حلو، اكيد كل حاجة هتطلع حلوة. بس واهو محشي البصل زي ما انتم شايفين كده، بس لازم تسلقيه 5 دقايق كده في المية، وما تغيبيش عنه عشان ما يتهريش، وكمان مش اقل من كده عشان ما يبقاش ناشف معاكي وما يرضاش يتلف. انا كده خلصت كل الكمية اللي كانت معايا، اللي هو الطماطم والبصل والبتنجان والفلفل والكوسة وورق العنب. هو ورق العنب طبعا يمكن هو من اصعب الحاجات، بس زي ما قلت لك الطريقه اللي انا بقولك عليها دي هتسهل عليكي كتير قوي، وهتحسي كمان بالفرق لما تجربيها. بس فانا طبعا مش كل ده سويته، زي ما قلت لكم انا والولاد بس اللي اكلناه. عملت تشكيله كده، حله كده محترمه لحد يعني، والباقي سويته وكان طعمه حلو جدا.
ودلوقتي بقى شكل الفراخ في الاير فراير يعني حاجه وهم بصراحه. الاير فراير دي بتوفر وقت ومجهود، وكمان عارفين اللي هو لا عمليه جدا وحلوه، وكمان ما بتاخدش زيت، يعني هي صحيه، وانصحكم تجيبوها لو مش عندكم يعني. وهنا زي ما قلتلك هنحط 3 مكعبات من الماجي علشان اعمل شوربه، عشان زي ما قلتلكم اني انا شويه الفراخ مش سلقاها. هحط بقى ال3 مكعبات دول، واحط عليهم الميه، وما تكتريش الميه على الخضار لان الخضار اصلا بينزل ميه، فعشان ما يعجنش منك وما يبقاش، والرز كمان يعجن، يعني الخضار هيتهري والرز هيعجن لو زودت الشوربه. ضيفي عليها معلقتين صلصه عشان تعززي الطعم. بس في الاخر ده كان شكل المحشي بعد ما استوى وكان كله تمام. وهنا الفراخ اهي بوريها لكم مستويه جدا، ويعني كانت في منتهى اللذاذه. انا عامله التتبيله معاكم قبل كده فما حبيتش اعمل التتبيله، اختصرت قصه التتبيله وريتها لكم بس وهي بتتشوي. وده كان شكلها، وكان برضو طعمها حلو جدا. لو عايزين التتبيله بتاعتها يا اما تدخلوا على القناه يا اما تقولوا لي عليها، وانا ان شاء الله اكتب لكم المقادير تاني. شايفين بقى شكل المحشي مفلفل ازاي وجميل، والله الكاميرا ظلماه بس هو كان احلى من كده بكتير، حتى الولاد برضو بيوريكوا الشكل عامل ازاي. وهو ده كان الفيديو بتاعي النهارده، يا رب يكون عجبكم، يا رب شكل المحشي بتاعي يكون عجبكم. لو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك. مع السلامه.